لو عندك نص كيلو من الكنافة قومي يلا اعملي معانا احلى صينية كنافة. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة، بس الاول نصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. بصوا بقى، كان عندي نص كيلو كنافة وكانوا أولادي عايزين ياكلوا حاجة حلوة، قمت عملت لهم احلى صينيه كنافه. وكان عندي سوداني بقى وشويه جوز هند وزبيب. تعالوا شوفوا الفيديو احنا عملنا الكنافه الجميله دي ازاي، وطلعت طعمها تحفه. بس يلا بسرعه حطي لايك وتعالي شوفي احنا عملناها مع بعض ازاي. بصي بقى يا ست الكل، ده نص كيلو من الكنافه كنت جايباه وحطاه عندي في الفريزر. قلت علشان اولادي لو احتاجوا ياكلوا اي حاجه حلوه يكون عندي مثلا ان انا اعمل لهم احلى صينيه كنافه. رحت مخرجاها من الفريزر وبدات ان انا اكسرها زي ما انتوا شايفين. طبعا انتي لو لسه جايبه الكنافه ومش هتتكسر معاكي بكل سهوله كده، حطيها في الخلاط او في الكبه هتديكي نفس النتيجه دي، وهتبقى زي ما انتي شايفه كده. ما شاء الله، ادتني النتيجه اللي انا عاوزاها اعمل بيها الكنافه بتاعتنا. خلاص كده هحطها على جنب ونشوف هنعمل ايه. رحت رايحه جايبه الصينيه اللي انا هعمل فيها الكنافه. ما شاء الله، انا بحب ان انا اعمل الكنافه في الصينيه الالومنيا بصراحه. انا بحس ان هي بتديها لون جميل جدا، مش عارفه ليه. ورحت رايحه جايبه السمنه. طبعا انا مش هغلف الكنافه بالسمنه. الطريقه دي جميله جدا وهتديكي نفس طريقه التغليف بالسمنه بالظبط. رحت رايحه جايبه بقى السمنه وبدات ان انا افردها كده في الصينيه زي ما انت شايفه، بس زودت السمنه شويه. وبدات ان انا انزل بالطبقه الاولى من الكنافه زي ما انتوا شايفين كده، وتحاولي ان انت تحسي ان الطبقه اللي انت نزلتي بيها متساويه في الصينيه، يعني مفيش حته عاليه ولا حته هابطه. كلها تكون متساويه علشان ما تتحرقش منك في الفرن. فهحاول ان انا اخلي اول طبقه تبقى كلها متساويه زي ما انت شايفه كده. خلاص، هروح رايحه جايبه السمنه او الزبده. طبعا انا حاطه قطعتين من الزبده على السمنه، وبدات ان انا انزل بيهم على الكنافه. انا مش مغلفه الكنافه بالسمنه او بالزبده، فهبدا انزل بالسمنه او الزبده المتواجد عندك في البيت على الكنافه زي ما انت شايفه كده، علشان تديني نفس النتيجه بتاعه تغليف الكنافه بالسمنه. خلاص كده حطيت السمنة على الكنافة. جبت السوداني ورحت افرمه في الكبة. طبعا فرمت السوداني كويس. المكسرات اللي متواجدة عندك مش شرط يكون سوداني، انا كان متواجد عندي في الوقت ده كان السوداني. فرمته واخدت شوية كده منه وقلت اعمل بقى الحشو الجميل بتاع الكنافة بتاعتنا. حطيت الكنافة كده على جنب وجبت السوداني ورحت جايبة معلقتين ونص من السكر. وبعد كده رحت جايبة معلقتين من جوز الهند. هو ده الحشو يا جماعة اللي احنا هنعمل بيه الكنافة. خليكم معايا خطوة بخطوة والله ومش هتندموا. طريقة جميلة جدا وهتعمليها مش هتاخد معاكي وقت. ورحت رايحة جايبة بقى معلقتين من الزبيب، يعني معلقتين من جوز الهند، معلقتين من الزبيب، معلقتين ونص من السكر، واربع معالق من السوداني المجروش. وبدأت ان انا انزل بيه على الكنافة زي ما انت شايفة كده، علشان اعمل الطبقة او الحشو الطبقة التانية او الحشو بتاع الكنافة. وبدأت ان انا انزل بيه كده وافرده في كل الاماكن علشان يبقى حشو جميل وتبقى كل الكنافة مليانة بالحشو بتاعنا. زي ما اتفقنا، المكسرات اللي موجودة عندك اعملي بيها. خلاص كده عملت الحشو. هروح رايحة جايبة بقى الكنافة. بصوا ما شاء الله الجمال والحلاوة. هجيب بقى الكنافة وهبدأ ان انا اعمل الطبقة التانية بتاعة الكنافة. طبعا احنا مكسرين الكنافة ودي بتبقى سهلة بالنسبة لنا ان احنا نفردها. لو الكنافة متماسكة هتفضلي تشدي بقى وتعدلي، وحتة عالية وحتة هابطة وحتة مش عارف ايه، لا كده وهي متكسرة انتي بتفرديها بكل سهولة. ومهم جدا ان هي كلها تكون متساوية زي ما احنا متفقين علشان تديكي لون موحد وجميل وانتي بتخرجيها من الفرن. خلاص كده عملنا الطبقة التانية بتاعة الكنافة زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا اسويها بايدي كويس علشان تبقى متساوية. بصوا
هروح رايحه جايبه طبق وهبدا ان انا ادوس عليها بالطبق. بصوا التكايه دي جميله جدا ليه بقى؟ هتخلي الكنافه وانت بتقطعيها بعد السوا وتشربيها من الشربات تيجي تقطعيها هتلاقيها متماسكه وخطيره، لان انت تكتيها التكه دي بالطبق. فابدأي ان انت دوسي عليها هتلاقيها متساويه، واما تيجي تقطعيها هتشوفيها بالطريقه الجميله اللي انا هوريها لك في اخر الفيديو او اللي انت شفتيها في اول الفيديو. خلاص كده هبدأ امسح الاحرف علشان هيبقى فيه كده رذاذ من الكنافة، لو حطيناه في الفرن هيتحروق وهيدي ريحة وحشة، وهينزل الرذاذ دوت على الكنافة من فوق هيدي حاجات سودة كده. فاحنا بنمسح الاحرف بتاع الكنافة قبل ما نحطها في الفرن. وبدأت ان انا احط بقى بقية الكوباية بتاعة السمنة بتاعتي او الزبدة، المادة الدهنية اللي انتي بتعملي بيها على الكنافة. خلاص كده طبعا مهم جدا ان انتي توزعيها في كل الاماكن. خلصت هروح اخده بقى الكنافة احطها في الفرن زي ما انتوا شايفين، وبعد ما تستوي وتخلص خالص هخرجها اوريكم الشكل النهائي الجميل بتاعها. ورحت رايحة اخده الكنافة حطيتها في الفرن، وبعد شوية كانت ما شاء الله ادتني اللون الذهبي الخطير اللي انتوا شايفينه ده. وهروح رايحة جايبة بقى الشربات وهبدأ ان انا اسقي الكنافة زي ما انتوا شايفين. طبعا انا عاملة الشربات لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، اهم حاجة يكون القوام بتاعه مناسب، علشان لو هو تقيل هيخلي الكنافة ناشفة جدا، ولو هو خفيف هيخلي الكنافة دايبة. فانا خليت القوام بتاعه مناسب ونزلت على الكنافة زي ما انتوا شايفين. ازاي بتحكم في الشربات ان هو يبقى تقيل او خفيف؟ طبعا انت لو ما كملتيش سواه على النار هيبقى خفيف، لو انت سبتيش زيادة هيبقى تقيل معاكي، لكن انت تابعيه بالمعلقة ما شاء الله هيديكي القوام اللي انت حباه، اذا كان انت حباه تعمليه تقيل او خفيف او عايزة تعمليه مناسب وكويس. انا عملته يعني وسط، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. ونزلت بيه على الكنافة وبدأت ان انا ازين الكنافة بشوية جوز الهند. مش حابة تزينيها، هي مش محتاجة، كانت خطيرة جدا وطعمها كان يجنن، وما كانتش محتاجة ان هي تتزين عشان تتاكل. ما شاء الله كانت خطيرة. عملتها وزينتها وحطيت رشة من السوداني كده في النص زي ما انتوا شايفين وجوز الهند، وما شاء الله كانت خطيرة. هقطع بقى الكنافة، هي طبعا متقطعة، هبدأ ان انا اخرج القطع معاكم في الطبق علشان اوريكم مدى التماسك. زي ما قلت لكم لازم تضغطوها في الصينية علشان تديكي مدى التماسك الجميل. ما شاء الله كانت جميلة جدا. بس كده وخرجت قطعتين في الطبق وقلت ادوق معاكم، اتفضلوا معانا. كانت جميلة جدا والله، اتمنى ان انتوا تقوموا تعملوها وتقولوا لي رأيكم في كومنت جميل زيكم. هي كانت خطيرة. طبعا احنا زي ما متفقين المكونات اللي موجودة عندك مكسرات قومي اعمليها بالمكسرات، عندك سوداني قومي اعمليها بالسوداني، في سمنة في زبدة، المكونات اللي موجودة عندك في البيت قومي اعمليه بيها. عملنا الكنافة من الألف للياء خطوة بخطوة قدام الكاميرا مع بعض. وبكده خلاص خلصنا الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وانتظروني في الفيديو القادم، واللي نسي اللايك يحط اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.